بسم الله الرحمن الرحيم. صرخة الفلاحين. بنسأل سؤال بنقول: هل فلاحين مصر هي إحدى طوائف الشعب؟ كان هذا هو السؤال المحير، هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أولا، فلاحين مصر تبارك وتؤيد ثورة 25 يناير سنة 2011 ومدى إنجازاتها، ولكن تجاهل هذه الفئة لمطالبها هي المشكلة. فجميع طوائف الشعب لبي مطالبهم، فاحتجاجات رجال الشرطة لبي مطالبهم، رجال المحامين ولبي طلبتهم، رجال الصحافة ولبي مطالبهم، رجال الهيئة القضائية ولبي مطالبهم، رجال الإعلام ولبي مطالبهم، رجال وزارة الصحة ولبي مطالبهم، رجال وزارة البترول ولبي مطالبهم، رجال هيئة السكة الحديد ولبي مطالبهم، موظفي البنوك ولبي مطالبهم. ونرجع لكل الفئات اللي قلنا عليهم دولا، نيجي نشوف مطالب الشباب. كان أول مطلب من مطالب الشباب إسقاط نظام الحكومة والرئيس مبارك، ولبي مطالبه النظر في تعديل مواد الدستور، وكمان حل مجلس الشعب والشورى، والنظر في تشغيل الشباب، والقضاء على البطالة، النظر في تحسين الأجور والمعاشات، النظر في إنهاء قانون الطوارئ، النظر في محاربة الفساد والمفسدين منهم لله، وإعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة رجال الأعمال الذين أسروا ثراء فاحشا وهربوا أموالهم للخارج. كل هذه الاحتياجات ومطالب الشباب وثورة 25 يناير كانت محل تنافس لتنفيذها، ولكن مطالب الفلاحين نظرا لأنهم فلاحين وليس لهم ما يطالب لهم بحقهم ولا نقابة تعبر عن رأيهم ومشاعرهم، لأنهم واقعين من قعر الأفق وناس غلابة، وهم دول اللي تقدروا عليهم، أو هم الحيطة الواطي. بنقول مطالب الفلاحين نظرا لأن الفلاحين وليس لهم ما يطالب لهم بحقهم ولا يتبعوا نقابة تعبر عن مشاعرهم، لأنهم واقعين من قعر الأفق وناس غلابة، وهم دول اللي تقدروا عليهم، أو هم الحيطة الواطي. فهناك أسئلة كثيرة: هل نجمع نفسنا ونتظاهر بميدان التحرير لتلبية مطالبنا؟ فما هي الطرق الشرعية لسماع صوت الفلاحين؟ لا نجد أحضان دافئة تحتضننا، فإحدى مطالبنا وهي الهامة جدا، وهو مطلب جوهري عند الغالبية العظمى من الفلاحين، هو ضيق مساكنهم. المساكن بتاعتهم بقت ضيقة عليهم، وزاد عدد الأفراد بتاع الأسرة،
فالغالبية يسكن في مساكن ريفية مكونة من وسط دار ومنظرها فيها كنبتين عشان الضيوف، وأعلى الفرن، وبيت للراحة. وبيت الراحة ده عندنا في الفلاحين بنعمله تحت السلم، وأعلى التبن وأدوات الزراعة وزريبة للمواشي، ومقعدين فوق السطح عشان نشون عليهم الذرة والقمح. كل هذا المكان يركب عليه رب الأسرة وزوجته، وأقل بيت فيه 2 من الذكور سواء مهنتهم الفلاحة أو غيرها، وتزوجوا في هذا البيت الريفي. وخلال فترة زمنية قصيرة أصبحت الأسرة لا تقل عن 15 شخص في هذا البيت، الأمر الذي دار بأذهان الفلاحين استغلال الظروف التي قامت فيها ثورة 25 يناير، وقاموا بالبناء على مساحة مجاورة لمنزلهم، وهي مساحة بور أصلا، وبها مربط للمواشي وخالية، وعند إقامة بناء عليها أصبحت في حكم الأرض الزراعية. يا لله! فهناك من باع المواشي اللي عنده وباع مجوهرات الحريم اللي موجود في الدار لإقامة بيت له مبني بالطوب الأخضر والطينة والعروق الخشب والبوز. وإذا بهم يجد الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء على لسانه بأنه سيقوم بإزالة هذه المباني. فإذا كان الدكتور رئيس الوزراء متمسك على ما جاء على لسانه، فبنطلب منه حاجة، بنقول له اوجد سكن للأولاد الفلاحين قبل القيام بإزالة هذه المباني، مع مراعاة إيجار الشقة، فأصبحت في الأرياف تقدر من 400 إلى 500 جنيه. فأين الدخل يا دكتور للشباب من زواج ومأكل وملبس وعلاج للأمراض، والتي تحتاج لميزانية أخرى، علما بأن الفلاح بيحب ان ابنه يكون بجواره لأنه عزوته. وبقى سؤال، نحن الفلاحين واثقين انه في حالة الإزالة هذه المباني، هل مكان المباني هيزرع تاني؟ أراهنك لو انزرع تاني، ولا وألف لا. وإذا أزيد فعلا فسوف نوعدكم بأنه سيبنى مرة أخرى بالطرق الملتوية، فخلوها بجميلة أحسن، والطيب في الطيب. أما إذا كانت الفلسفة هو الحفاظ على الرقعة الزراعية لاحتياج الدخل القومي، فهناك 95% من أراضي مصر لم تزرع، فهناك الصحراء الشرقية وسيناء والصحراء الغربية. فلو هناك جدية، هناك المشروعات التي نهبت مثل تشكى وشرق التفريعة وشرق العوينات والصلحية اللي نهبها رجال الحزب الوطني وكبار رجال الدولة الفاسدين. لكن تيجوا على الغلابة، نناشد المسؤولين وأولي الأمر الاعتدال عن هذا، لأنه مطلب الكثير من فلاحين مصر. ونشكر شعوركم للعمل على راحة المواطنين، ولا هو شعار وبس؟ نأمل أن نسمع قريبا بتلبية راحة الفلاحين للإطمئنان على صدق أولي الأمر، وأن تعلم في وسائل الإعلام المسموعة
والمقروءة والمرئية، حتى ندعو لكم بالتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندس فاروق عبد الغفار الدويك، جروان، مركز الباجور، منوفية. والسلام عليكم ورحمة الله.